انا والله مش عارف اقول ايه بامانه. منتخب المغرب بيفوز على المنتخب المصري 6-0، بيفوز بسداسيه نظيفه، وده عدل ربنا وده المنطق. منتخب متأسس صح. منتخب المغرب ده هناك في المغرب ما عندهمش اتحاد كرة ظلمة وفسدة وبيقبلوا رشاوي وفيهم كل العبر، انما احنا عندنا في مصر في فسدة وفيهم كل العبر. فطبيعي انه منتخب المغرب يكسب، طبيعي انه منتخب المغرب ياخد رابع العالم، طبيعي انه منتخب المغرب يكون عنده لعيبه على اعلى مستوى. انما احنا عندنا لعيبه ما بتعرفش تلعب كوره. واحد من اسوأ الاجيال اللي مرت على تاريخ منتخب مصر في تاريخه هو الجيل اللي بيلعب ده. ما عندهمش اي امكانيات، بس ده الطبيعي لان احنا ماشي عندنا كوسه، رشاوي، محسوبيه، ظلم، زي ما انت عاوز تقول قول. فده العدل وده المنطق انه منتخب المغرب اصلا يكون في النهائي، مش يلعب على الثالث والرابع. اداء منتخب المغرب من اول البطوله دي لاخرها بناء على ادائه لا يستحق يكون في النهائي ويكسب كمان الذهبيه. احنا هنهرج، انما انت علشان معاك مدير فني كفء. شوف واحد يقول انت خسران 6-0 وكفء، كفء، لانه اللي يوصلك للمرحله دي يوصلك انك تلعب على الثالث والرابع بلعيبه ما عندهاش اساسيات الكوره، وكمان بيتعامل مع اتحاد كوره ومسؤولين في الرياضه شويه فسده. لا، الراجل ده يحترم، الراجل ده نحترمه ونرفع له القبعه كمان. فطبيعي النهايه تكون كده، طبيعي النهايه تكون كده. اتفرج على منتخب المغرب، لا، لعيبه متاسسه صح، لعيبه بتلعب كوره، لعيبه تستحق انها تلعب في النهائي، مش تلعب على ثالث ورابع. يعني احنا دلوقتي بنتفرج على منتخب مصر، نيجي نتفرج على الخط الدفاعي في ولد اسمه محمد طارق. انا مش عارف ازاي ده عدى من الناشئين، مرحله الناشئين، علشان بس نعرف. بس ده اكبر دليل، اكبر دليل انه الدنيا ماشيه عندنا كوسه، انه محمد طارق ده اتقبل في مرحله الناشئين. ازاي ده بيلعب في منتخب مصر اصلا؟ ازاي ده بيلعب كوره؟ ازاي حسام عبد المجيد بيلعب كوره؟ ازاي؟ تخيل اللعيبه مش عارفه تشتت. مش هقول لك نلعب باص ونبدا هجمه من ورا ونتحرك والكلام ده، اللعيبه مش عارفه تشتت. المطلوب من المدير الفني المرحله السنيه كلها. بيقول لك الاهلي ما رضيش يبعت اللعيبه الكبيره. يبعت اللعيبه الكبيره ايه؟ ده احنا عاوزين 11 لاعب كبير، انت عاوز 2-3 لعيبه كبيره. ده المرحله السنيه كلها عايزه تتشال من على وش الارض يا راجل. ده حتى اللعيبه الكبيره في منتخب المغرب، اشرف حكيمي، سفيان رحيمي، واحد هداف الاولمبياد، والتاني عامل كل حاجه في الكوره. واحنا هنا بنتفرج على الكابتن احمد السيد زيزو والنني، مع احترامي ليهم عملوا مجهود يحترم وعملوا اداء محترم، لكن شايف الكواليتي، شايف الفرق. بنتكلم عن سفيان رحيمي واشرف حكيمي، وهنا محمد النني وزيزو. لا، فارق السماء والارض يا جماعه. طب يا جماعه، هل المسؤولين عن الرياضه في مصر هيتحاسبوا على الفضيحه اللي حصلت النهارده؟ 6-0 دي فضيحه للكره المصريه وتاريخ الكره المصريه. ما لو ما حدش هيحاسب الناس دي على الفضيحه وتاريخ الكره المصريه اللي اتلطخ بالعار، خلاص يا جماعه نبطلها احسن. لا، نبطلها احسن بجد والله.